لو صبي كان ابنك بعمر 18 وقال لك انا ساقيم علاقه جنسيه مع بنت بحبها، شو حتقولي له؟ جوفرت اكيد. ايه رجال تسمحي للشاب وللبنت ما بتسمحي لها؟ ايه طبعا اكيد، لانه هو رجال بالنهايه، واصلا الرجال اذا ما كان عمل علاقات مزبوط وكثير عايش حياته بالنهايه بكره بس يتجوز رح يضطر يعيش حياته على ال40 ويزعل مرته. انا ما بدي يعمل هيك. طب نادين بس الدين ما بيفرق، ممنوع الزواج بكير للشاب عندي انا. اوكي بس نادين الدين لطالما انت اخذتيني على موضوع الدين وعلى موضوع الايمان، ما بيفرق بين رجل وامراه بالعلاقات الجنسيه، ما بيقولوا للرجل انت بحق لك تعمل علاقات جنسيه قبل الزواج. مزبوط انا معك، بس بالنهايه هيدا الصبي ما فيك، الصبي ما بيعيبوا شيء مثل ما بيقولوا، الصبي ما فيك تيجي تقول له ما تعمل هيدا، بالنهايه بتحس سبحان الله ما نضج، بتحسه ضعيف الشخصيه اذا ما اقام علاقه مع فتاه، يعني اذا ما قام علاقات غراميه بغض النظر عن الجنس لازم يحس. قصدك توضح انا قلت عن كل شيء، جنس وغير جنس، حب وغير حب، تسليه مش تسليه، هيدا صبي، والصبي لازم يتعلم ويوعى ويسافر تكون رجال ويقوي الشخصيه. انت كفتاه وفتاه شخصيتك قويه، يعني ربما ايه مش ما انا ماني مع المساواة. منك مع المساواة؟ لا ماني مع المساواة بين الرجل والمرأة. طبعا ليش؟ لانه المرأة حلوة تضلها مرأة، انا اذا سووني بالرجل بحس حالي رجل. لا انا ما بدي، انه انا بدي ضلني مرأة بس غنوجة. عدم المساواة نادين بتسمح شيء للرجل ما بتسمح شيء يعني يعني مش حلو، مش معقولة يعني انه